واحد من ولادي لقيت في ايده نسخة من جريدة تاريخ صدورها 6 اكتوبر سنة 2000. جريدة بتقول مستقبل مصر هيكون ايه. بصيت فيها لقيتها مليانة اخبار لو كنا قلناها على ايامنا كانوا قالوا علينا بنحلم وبتتهيأ لنا حاجات غير معقولة. لقيت خبر عن اطلاق مصر لقمر صناعي جديد مهمته المساعدة على استكشاف مزيد من المعادن في ارض سيناء اللي اصبحت من اهم مصادر الانواع النادرة من المعادن. المصانع اللي اتعملت في سينا لاستخدام الخامات المستخرجه من مناجمها اصبحت مصانع عالميه بتتهافت الشركات عليها من جميع انحاء العالم للتعاقد معاها لشراء انتاجها لعشرات السنين الجايه. وقريت كمان عن المدن اللي انشاناها في الصحراء لاقامه العاملين فيها، بيوت على ارقى مستوى، مسارح بتستضيف فرق الباليه والموسيقى العالميه، دور سينما ونوادي للصغار والكبار، جناين خضراء على مدى البصر للنزهه واللعب والمرح، بحيرات صناعيه تروح الناس ايام الاجازات العوم والصيد والفسحه في القوارب، مدينه ملاهي عالميه بتقصدها الناس من كل انحاء مصر والعالم، بتتفرج فيها على اجزاء حيه من تاريخ مصر وحاجات كتير قوي ما كانتش ممكن تتحقق لولا شجاعه الجند المصري يوم 6 اكتوبر سنه 1973. اليوم التاريخي ده كان اول خطوه في طريق السلام بعد كفاح ومعاناه لمده 30 سنه. بعد حرب 73، بعد ما اثبتنا للعالم كله اننا شعب يقدر يحافظ على كرامته وعلى حضارته، مدينا ايدينا اللي شالت البندقيه، مديناها بغصن الزيتون. كل العالم صدقنا، لان الدراع اللي يقدر يحارب تبقى عنده القوه انه يبني. وعشان كده انصار الحريه في كوكب الارض اللي احنا عايشين فيه ساعدونا بكل قلبهم، مدوا ايديهم على ايدينا، وابتدينا نمشي في طريق السلام. ابتدينا نفكر نبني بلدنا، ابتدينا نفكر في اجيالنا الجايه. يوم 6 اكتوبر سنه 73 كان بدايه لمجتمع المستقبل، مجتمع البناء. كان اعلان بالامان ولكل انسان في العالم انه يتفضل عندنا يشتغل، يفيد ويستفيد. رؤوس الاموال بتجري من الحرب وتنمو وتزدهر في الاراضي اللي بترفرف عليها رايات السلام. بدايه عصر السلام في مصر معناه بدايه عصر الرخاء، عصر الامان لبكره والبعد بكره، لابنك والابني ولكل مولود اتولد بعد 6 اكتوبر سنه 73، واللي ما كانش ممكن يعيش ويتمتع بحياته من غير انتصار 6 اكتوبر 73. مش كده ولا ايه؟